بسم الله. النهارده هنعرف ازاي بنحول الاوبجكت لاري. طيب احنا عملنا ايه هنا؟ عملنا الكونست، عرفنا الفاريبل اللي هو الاوبجكت، وفتحنا كيرلي بريسز، وبعد كده قلنا له اللي عندنا كي وفاليو. الكي اللي هو النيم، والاسم هنحطه اي حاجه، احمد مثلا. وبعد كده الايدج هنحطه 24. وبعد كده هنقول له console دوت لوج اوبجكت دوت انترز. دي في الجافا سكريبت بتحول الاوبجكت اللي بديه لها لاري. طيب انا هستفاد ايه من كل ده؟ هستفاد ان انا لو عايز اكسس على الارقام دي واحطها جوه جدول او صوره البيانات بطريقه معينه او استخدمها بعد كده، مش هعرف استخدمها وهي string. هعرف استخدمها وهي نمبر، او اعرف استخدمها وهي في array. طيب حلو قوي. انا كده لو طبعت هنا هيقول لي والله انت عندك كي وفاليو. الكي اللي هو النيم، والفاليو اللي هو احمد. عندك كي تاني اللي هو الايدج، والفاليو اللي هو 24. اي حاجه هعملها هفتح اي كي وفاليو، هيحطهم لي زي ما انا عايز، بس هحط له في الكونسول لوج وانا ببرنت الاوبجكت دوت انترست. دي هتحول لي اي اوبجكت هديهولها انا خلاص عرفته، وعرفته از اوبجكت، وبعد كده عايز ابرنته از اري. خلاص انا بحطه هنا وبيشتغل عادي، فتح لي الاري. وانا دلوقتي بقى اقدر من خلال الكود ده ان انا استخدمه في اي حاجه في الكود انا عايزها. شكرا.